في كثير من بلد من بلاد المسلمين يصل إليه هذا الدخان والسجائر، وفيها المخدرات وفيها البلاوي، كل ذلك من أجل أن يضلوا عقول الشباب. نسأل الله العصمة. يقول بعض الشباب المسلم في إحدى الدول المسلمة أنه عاش نحو 20 سنة وهو يمارس المعاصي بكل أشكالها وأنواعها، وقد آتاه الله من الأموال والثروات ما لا يحصيه إلا الله. يقول هذا الشاب عن نفسه، طبعا تكلم بعد أن تاب ودون هذا الكلام، قال جلس على ذلك هذه الفترة وكان كلما ازداد من المعاصي ازداد قلقه، ينتابه الخوف والهواجس والوساوس، أجواء معتمة، أجواء أليمة أثيمة، مع أنه في بحبوحة من هذه الدنيا، وكلما ازداد منها كلما ازداد خوفه وقلقه واكتئابه. قال زاد الأمر جدا في هذا، وليلة من الليالي قررت القرار النهائي والخلاص الأخير، وهو إطلاق النار على نفسه والانتحار والعياذ بالله. قال أذن للفجر وأنا مع نفسي في معترك، ولأول مرة أسمع مفردات الأذان بتلك اللذة، مع أني سمعت الأذان من قبل لكن بقلب غافل بعيد عن الله معرض. وذلك اليوم أراد الله خيرا أن يسمع الأذان وله لون وطعم آخر. قال فأخذ الله بناصيتي وحضرت المسجد على أن يصلي، وبعدين إن بدا له أن يواصل مشواره في الانتحار ينتحر. فإذا به يدخل المسجد فيرى الأجواء متغيرة عن أجواء الشارع والسكر والعربدة. إذا بأرى وجوه المصلين تختلف عن الوجوه الذي يجالسها. إذا بأجد الراحة التي لا أجدها في مكان. عندما دخلت المسجد سمعت الآيات فبكى، صليت فوجدت سعادة لم أشعر بها قط، وظل يبكي بعد صلاته لوقت. ومن هناك الله تبارك وتعالى أذن له بالمفتاح، فتح الله قلبه، وأذن الله له بالهداية فاهتدى واستقام وتاب إلى الله، وعصمه الله من الانتحار. ثم دون هذا الكلام ليبين أن السعادة هي في دين الله، وأما السعادات الأخرى فهي وهمية زائفة لا حقيقة لها، إنها سراب. إن السعادة الحقيقية في دين الله عز وجل، تعلق بالله، اللجوء إلى الله، الدعاء، القرآن، التسبيح، التهليل، مجالسة الأخيار والصالحين، الابتهال إلى الله عز وجل، إعطاء النفس حقها من التدين والتعبد، إشباع هذه الروح بغذائها وقوتها الذي لا تستغني عنه لحظة ولا دقيقة. مشروع ابن معروف الدعوي.